إلى كل أولياء الأمور اللي عايز ابنك يطلع دكتور، تعال بينا يا شطور. مع بعض في الوحدة العاشرة للصف الخامس الابتدائي هنتعلم تصنيف الأشكال الهندسية من مثلثات، إزاي يحسب المساحة ويطبق على كده، وأخيرا إزاي يستكشف المستوى الإحداثي. أول حاجة معانا بإذن الله تعالى الأشكال الهندسية. احنا مش هنكتب كلام قد ما انا حابب اشرح لك بسرعة وسلاسة. ده كده متوازي الأضلاع، كل ضلعان متقابلان متوازيان ومتساويان في الطول. ده سافر الخليج وخلف 3 أعيال. العيل الأولاني سماه معين وأضلاعه كلها متساوية. العيل التاني سماه مستطيل، إحدى زواياه قائمة، يبقى الكل قوائم. جه المربع اللي هو الدلوعة، قال لي يا بابا ده أخويا المعين أضلاعه متساوية، والمستطيل زواياه قائمة. قال لي يا بابا وانت ما تزعلش، خد انت أضلاعك متساوية وزواياه قائمة. يعني لو قال لي ايه المشترك بين ده وده، هقول له الأضلاع متساوية. ايه المشترك بين ده وده؟ أضلاعه متساوية. ايه المشترك بين ده وده؟ الزوايا قائمة. ليهم عم فوقاني كده ما رضيش يتجوز، وفيه فقط زوج من الأضلاع المتوازية اسمه شبه المنحرف. طب عايز اشوف يا مستر المساحة. ده الحاجة التانية في المفهوم الأولاني الوحدة العاشرة. المساحة مساحة المثلث الطول في العرض، بس كده. الاريا بتساوي الليتس في الويتس، أو لو عكستهم. بس هنا الاريا بتاعتي هقول لي مثلا 1.5، والعرض وليكن 3/4. ازاي اقدر احسب المساحة بتاعتهم يا أستاذ؟ بكل بساطة انك بترفع الكسر ده ويبقى 3/2، وده زي ما هو، وتضربهم في بعض فتبقى 1 و1/8. كده خلصنا من المفهوم الأولاني مع بعض بفضل الله تعالى في دقيقتين بالظبط. المفهوم الثاني عايز يعرفني أنواع المثلثات والمستوى الإحداثي. المثلث ده بيتعرف من حاجتين، الأضلاع أو الزوايا. المثلثات أعرفه من الأضلاع بتاعته أو من الزوايا. والله لو لقيت 3 خمسات متساوي الأضلاع، 2 يبقى متساوي الساقين. كل واحدة فيهم برقم معين يبقى مختلف الأضلاع. أما من حيث الزوايا ده اسمه حاد الزوايا، قائم الزاوية، منفرج الزاوية. حد الزوايا يعني ال3 حادين، هنا واحدة قائمة و2 حادين، هنا واحدة منفرجة و2 حادين. أي مثلث في الدنيا يحتوي على زاويتين حادتان على الأقل. المستوى الإحداثي، المحور الأفقي اسمه إكس والرأسي اسمه واي، متراكمين هنا عند نقطة الأصل اللي إحداثيها 0 و0، وبعدين همشي ناحية الإكس 1 2 3 1 2 3، وعند الواي 1 2 3. الزوج المرتب اكس وواي، ابدا بالاكس وبعدين واي. يعني لو قلت يا ترى فين 3 و1، الولد هيقف عند 3 وياخد خطوه لقدام ويقول لي هنا 3 و1. لو قلت له فين 4 و3، هيقف عند الاربعه ويطلع لفوق لحد ال3. كده عرفناهم. لو كانت الاكس بصفر، الاكس بصفر، فين الصفر و3؟ هنا هي هنا، يبقى يقع على محور واي. اما لو كانت الواي بصفر يقع على محور اكس. اركز ان الزوج المرتب 4 و3، الاكس ب4 والواي بتاعتي ب3. هيقول له في الامتحان 1 و1 1 و3، 2 و1 2 و3. وصلهم وشوف لي الشكل ده هيكون كام، هيكون ايه بالظبط. طبعا لو جيت اوصلهم هلاقي المسافات مثلا دي وليكن 1، اما المسافة دي وليكن 2، يبقى ده مستر اسمه مستطيل. وهكذا. اتمنى اكون فدتكم ولو جزء بسيط. بفضل الله تعالى لمينا كل افكار الوحدة العاشرة في 4 دقايق و10 ثواني. الشعار بتاعنا مع مستر همام الرياضة في التمام.